اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. قولولي بقى ايه رأيكم في المنظر الفظيع ده النهاردة كده. أنا قبل ايه بعد ما وديت الولاد المدرسة ما طلعتش تاني على البيت. كنت متفقة كده أنا وصحابي إن احنا هنفصل كده شوية، ساعتين هدوء كده وروقان. طبعا انا الولاد اصلا بيخرجوا من المدرسة بدري، ف يعني قلت بدل ما اروح وارجع تاني انزل اخدهم، لا يعني اقابل صحابي في الساعتين دول. لان طبعا الدراسة بقى ضغط الدروس وتمارين والكلام ده، فما يعني ما بيبقالكيش وقت، ما فيش وقت انتي تقدري تخصصيه لنفسك غير الوقت اللي هما بيبقوا فيه في المدرسة الصبح. كنت بقى مخلصة اللي ورايا في البيت من بالليل عشان ما ازنقش نفسي كده، ووديتهم المدرسة وطلعت قابلت صحابي وقعدنا بقى في الروقان ده. بس ما تنسوش بس قبل ما نكمل الفيديو ان انتوا تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسيش ان انتي لو اول مرة تشوفيني تنوريني كده بالاشتراك وتفعلي الجرس. بنعمل ميزانيات، بنعمل افكار اقتصادية. الفترة دي ماشيين كده على ميزانية معينة، وبنعمل كمان افكار للانش بوكس. في افكار كتير باذن الله هتعجبكم. وما تنسوش كمان تقولوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتات. وعايزه بقى كده ايه، واحنا في الروقان ده اتكلم معاكم كده في شويه حاجات شفتها. طبعا انا زي ما قلت لكم انا خارجه في الميعاد اللي المفروض ان الولاد فيه في المدرسه، فانا شفت حاجات حقيقي وترتني. يعني انا كنت بتمنى ان يجي اليوم ان ولادي فيه يكبروا ويبداوا ان هم يروحوا ويرجعوا لوحدهم من غير ما انزل معاهم، من غير ما ابقى قلقانه عليهم. بس لا يا جماعه، لا لا، الموضوع صعب. والجيل اللي طالع ده يعني ربنا يهديهم بجد، ربنا يهديهم. انا شفت كميه ولاد مزوغين من المدارس رهيبة. ما تعتمديش على ان ابنك فيه ابونيه بيدخله، لان الولاد فيه ابونيهات دخلتهم المدارس او نزلتهم، يعني هم مش اطفال طبعا صغيرين. الابونيه نزلهم قدام المدرسة وهم استنوا لما ال العربية مشت وانطلقوا بقى. انا شفت منظر ان انا يعني واقفة قدام سوبر ماركت ولقيت ولد بيشحن، ولما شحن فتح بقى ومسك الموبايل وفتح النت وكده، راح صاحبه راح قايل له يا عم انت غبي، انت غبي، اقفل النت، مامتك هتشوف ان انت فاتح نت فهتعرف ان انت مش في المدرسة ومزوغ. يعني شايفين تفكيرهم وصل لايه؟ ان كل الاحتياطات موجودة. يعني هم عاملين حسابهم في كل حاجة، يعني كل حاجة عشان يداروا على الجريمة اللي هم عاملينها. طبعا ربنا يسامح طبعا بتوع الكافيتريات وبتوع البلاي ستيشن اللي فاتحين المكان ومقعدين الولاد اللي في السن ده وهم عارفين ان هم اكيد مزوغين. طبعا باين ان هم مزوغين، معاهم شنط مدارس، مزوغين باليونيفورم، فالموضوع باين ان دول هربانين من المدرسة. فيعني تابعوا ولادكم، تابعوا ولادكم كسلوك اكتر من ما تتابعوهم كتعليم. ربنا يحفظهم ويعن عليهم ويقوينا كلهم ويهديهم كلهم يا رب، وما نشوفش في ولادنا اي حاجة وحشة. احنا هنا كده بقى خلاص خلصنا فسحتنا ورجعنا البيت. انا اليوم ده طبعا ضارب في الميزانية خالص، بس انا هقول لكم انتوا تعملوا ايه. انتوا ما تمشوش على ده خالص. انا اليوم ده مش انا اللي جايبه الغدا، هو باباهم كلمنا في التليفون عايزين تاكلوا ايه، فالولاد قالوا له عايزين مكرونه وفراخ بانيه. راح قال لهم خلاص هجيب انا وانا طالع. تمام. فهو طبعا شايف ان انا مطحونه بقى ما بين الدروس والمدرسه والكلام ده، فهو حب يريحني وراح جايب البانيه جاهز على التحمير، وجاب المكرونه وجاب طماطم وجاب صلصه. بس انا ما انصحش اي حد خالص بالفراخ دي. يعني انا كنت متردده بصراحه انزلكوا الفيديو ولا لا، لان طبعا احنا الفتره دي شغالين في سلسله فيديوهات معينه بميزانيه معينه، فده طبعا عدى الميزانيه خالص. بس قلت ان انا انزله لكم نصيحه لوجه الله. اولا هو طبعا مش بيفهم في انواع المصنعات اللي في السوبر ماركت. يعني لو انا اللي هشتري ومزنوقه في ان انا مفيش وقت وعايزه اشتري حاجه على التحمير على طول، مش هجيب النوع ده خالص. ليه؟ لان النوع ده من جوه مش فصوص، النوع ده كان عجينه. هو طبعا راح جاب حاجتين، يعني جاب كيسين، جاب كيس فيهم سبايسي وكيس فيهم عادي برجر وبانيه زي ما انتم شايفين كده. بس ما عجبنيش خالص. هو كان من جوه عجينه مش فصوص. في انواع تانية بتبقى ستريبس، بيبقى البانيه فصوص.
فلو اتزنقتي وجبتي حاجه من دي راعي قوي حته ان هي تبقى فصوص مش عجينه. هو طبعا في السوبر ماركت سأل ايه النوع الكويس، فراح الراجل طلع له ده من التلاجة. فمعظم الرجاله ما بتاخدش بالها من النقطه دي، يعني وهم بيشتروا ما بياخدوش بالهم من النقطه دي، لكن وهم بياكلوا بياخدوا بالهم قوي منها. طيب انتي طبعا دلوقتي انا بقولك ما تشتريش ده، لو انتي ماشيه معايا على الميزانيه اللي احنا عاملينها هتعملي ايه؟ لو عندك الطماطم والخضار والحاجات بتاعتك هتروحي تجيبي نص كيلو صدور بانيه. النص كيلو عامل تقريبا 80 جنيه او 85 جنيه على حسب المكان. فلو عندك الحاجات هتجيبي نص كيلو بتاع الصدور، وهتجيبي المكرونه وهتعملي الصلصه والكلام ده من عندك. طيب لو ما عندكيش وكده الميزانيه هتعدي ال100 جنيه علشان تجيبي باقي الحاجات اللي حواليها، هتجيبي لسه المكرونه وهتجيبي الطماطم وهتجيبي الكلام ده كله، فقدامك اكتر من اختيار. يا اما هتستغني عن المكرونه وهتعملي البانيه ساندوتشات، او هتجيبي بانيه على قد الفلوس اللي معاكي. يعني انتي هتروحي كده للراجل بيبقى عندهم ميزان ديجيتال، يعني اوزني مثلا حته بانيه ب50 جنيه مثلا. طبعا ده برضو هيتوقف على حسب عدد افراد اسرتك، تمام. وتجيبي باقي حاجتك وتمشي يومك عادي زي ما انا مشيته كده. او هتستبدلي البانيه خالص ب يا اما هتجيبي بتاع ده اجنحه. كيلو الاجنحه ب50 جنيه، هتسلقيه وتعمليه بالفيجيتار وتحمريه، او هتتبليه وتعمليه زي صينيه يعني مشوي. او هتجيبي كبد وقوانص. كبد القوانص برضو مش فاكره سعرها بصراحه كام، بس برضو سعرها هادي، يعني لو جبتي نص كيلو كبد وقوانص هيبقى كويس، هتمشي الميزانيه معاكي. وهتجيبي برضو مع الخضار وتعمليها تعمليها مثلا بالبصل، او هتعملي فلفل اخضر. ليها يعني كذا طريقة. ممكن تعمليها في طاجن مع لسان عصفور، وتبقى كلها مع بعض كده في طاجن واحد، تتقدم في طاجن واحد، او تعمليها مع مكرونة زي ما احنا عاملين كده، يعني براحتك. فدي كده شوية افكار. انا طبعا كيسين البانيه دول قعدوا معايا بتاع 3 ايام قاعده يا جماعه، حد جعان احمر له بانيه، اقوم احمر بانيه لحد. هو يعني ما كانش وحش بس ما كانش حلو. انا بامانه ما اعرفش والله سعره كام، بس طبعا انا عارفه ان الكيسين دول دلوقتي هيبقوا معديين مع المكرونه مع الحاجه، اكيد طبعا هيعدوا الميزانيه اللي احنا عاملينها. ما عملتهمش على يوم واحد بس. لو انتي جبتي اصلا نص كيلو وعملتيه كمان مش بانيه، عملتيه ستريبس وزودتيه كده بكميه، هيفرق معاكي. فدي شويه افكار كده ونصايح عشان ما وافكار برضو. يعني انا قلت لك اكتر من فكره اهو في الفيديو تقدري تنفذيهم. تقدري مثلا تعملي الاجنحه مثلا وتقطعي تحتها بطاطس، تعمليها زي صينيه وتعمليها مع رز ابيض. تقدري تعملي الكبد والقوانص برضو مع رز، او تعمليها بالبطاطس والخضار مع عيش. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد بافكار جديده. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت.